السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم لكم مقرود المقلة، مقرود التمر. الصراحة كنت البارح درت فيديو نفس الكيفية تاع مقرود التمر، بصح غلط باش نقول سميد متوسط، قلت سميد نصف غليظ. واليوم عاودته باش نعطيكم الوصفة صحيحة لنيشان. ودوك نروحوا للمقادير. المقادير اللي هما 3 عبارات سميد متوسط، انا عبرت بهذا الكاس، وعبر سمن دايب ناقص اصبع. دوك نكملوه بالزيت، ما زهر، لافاني، الملح والفارينه والغرس. التمر ها هو انا خدمته لروحي، انا جبت هذا التمر نشريه، كاين في الاسواق يتباع 20,000، ماشي غالي. نقلع عليه العظمه تاعه العلف ونفوره كيفور، نخلطه مع الزيت وشويه كبابه وشويه قرفه. كاين اللي يبغي يزيد له القرنفل، بصح انا ما نبغيش ريحه القرنفل. ونزيد له حفنه تاع جرجلان ونمرسه بهذه الطريقه، يولي كيما هكا خير ملي يتباع. فيه العلف تاعه مطحون معاه وكاع الشوائب مطحونين معاه والعسل باش نعسلو. ونوريكم تاني استيس باش ما ينفرط لكمش في المقله. نزيدوا الفارينه وبياض البيض ونشوفوا كيفاش نديروا له. نروحوا طريقه نخرج هادو منا. نجيب المسعه تاعي، نحط فيها 3 عبار سميد، ان شاء الله ما نغلطش عاود اليوم، متوسط. نزيدوا له لافاني، نديروا شويه لافاني مع السميد. هنا ندير عندي كميه صغيره، ندير قرصه ملح، هو يجي فيه شويه ملح ماشي كيما الكاطو. كي تكون عندك كميه كبيره ديري شويه فوق القرصه، نكثروا شويه ماشي ما يجيناش صامت. درك انا درت هنايا 3 عبارات تاع كيسان، كل عبر ندير له مغرف صغيره معمره تاع فارينه. هذه الفارينه تخليه لنا ما ينتحلش في المقله. خلطوا دروك. ها هو العبر تاع السمن تاعنا ناقص اصبع، نزيدو نكملوه بالزيت، نعمروه بالزيت هكا. كبوه هنايا ونبسسو السميد تاعنا مليح. ندخلو داك السمن مع السميد ويليق نخلوه يبات، يليق يبات باش يتشرب اليدام تاعه ويجينا شباب وهشيش هكا. ونحكوه من هكا ما بين يدينا هكا باش يتبسس لنا مليح. انا نغسل يدي ودوك نوريكم اللي راه عندي واجد هذا. دوك نخلوه يبات. سلام. وها هو السميد تاعي اللي خليته يبات ويتبسس بالسمن اللي فيه. شوفوا كيفاش ولا. ندير هنا قصعه هكا شويه. دروك هذه الطريقه تاع لي باش ما ينتحلش. انا هنا درت شويه ما، درت هاد الغرفيه وشويه في 1 بياض البيض، خاطر لا قللنا الماء درنا الماء قليل ودرنا البياض بزاف المقرود تاعنا ييبس ينشف، خاطر بياض البيض ييبس الكاطو. ونزيدوا شويه هنا معاه شويه لافاني مع البيض باش يقلعنا ريحه البيض. خلطوا هكا هكا. نسيت وشويه الماء زهر. ونرشوا شويه السميد تاعنا، نرشوه غير بشويه في الاول هكا
هاك غير بصباعنا ما نعجنوش. انا شمخناه شويه، نخلوه يريح واحد 5 دقائق وهكا مشمخ غير شويه ماشي بزاف هكا. شوفوا راه عاد يتفتت باش الحبيبه تاع السميد يشربوا داك الماء زهر وداك الماء مع لافاني والبيض ويرطابوا، ما يقعدوش يقرمشوا. نخلوه يريح شويه باش يرطابوا لنا شويه واحد 5 دقائق. بصح انا معليش ما غاديش نخليه يريح باش ما نطولش عليكم. نزيدو نرشوه غير بشويه باش ما يغلبناش الماء هكا، وغير بصباعنا ونديرو كيما هكا حتى تتشكل لنا كره. ما يليقش نعجنوه، غير هكا بصباعنا ندخلو الماء مع السميد. هاو بدا يتكور. شوفوا شوف لها صاي ولا مازال. ما يليقش يجي ناشف شويه، غادي نزيدها غير شويه خاطش لا جا ناشف كي نطبعوه بالمرشم ونقلوه الوجه تاعه يتشقق هكا. صاي شوفوا كيفاش جا هكا. نلموه كره. نلموه كيما هكا كره ونروحو نشكلوه. ونخرج القصعه تاعي. نجيبو هكا طابي وندو شويه من العجين تاعنا، نشكلو حربوش ونحلوه في الوسط وندخلو فيه حربوش كنا وجدناه من قبل تاع التمر، ونعاود نبلعو ونشكلو عاود الحربوش تاعنا مليح. نديرو شويه الحربوش تاعنا غليظ باش كي نعصرو عليه بالمرشم ما تجيناش الحبه تاع المقرود رقيقه هكا. نسقمو له الوجه تاعه. نجيبو المرشم، ها هو انا عندي هذا، ونطبعو نعصرو مليح هكا. ها هو خرج لنا الرشم ونقطعوه بالخدمي هكا. السميد تاعنا ما يليقش يجي ناشف، خاطش لا جا ناشف يتفتت لنا ويتشقق. هادو ما فيهمش التمر، مع هذا اللي فيه نقلعوه. دوك نوريكم هذا اللي نقلعه هنا اللي فيه مخلط التمر مع السميد شنو ندير به هكا. هذه نعاود نرجعوها مع العجينه تاعنا كي من هكا. ونجيبو كوبات. انا نبغي نعاود المقروده تاعي بالكوبات نوريكم. انا ما نبغيش ندير هذيك الطريقه تاع اللي نحكمه منا ونبدا نخبط هكا، ندير كيما هكا خاطرش الرشيم تاعه شوفوا يروح كي نشده منا، ولا شديته منا بيديا عاوتاني يعواج ما يوليش الشكل تاع مقروده. اما لي انا نسقمه بلا كوبات كي من هاك. نحكم الكوبات ونسقم له الجوانب تاعه كي من هكا. نسافو الحبه غير بشويه ونديروها بجيه. نعاود نحكمو المقروده هذه هكا بالكوبات ونسقموها. ما نخلوش هاد الجوانب هنا مفتتين كي نقلوهم يتحلوا لنا في المقله ويطلقوا لنا السميد والزيت تاعنا تنحرق. هادو لا خليناهم في المقله يحرقوا لنا الزيت هكا. نجيبوا الشبكه. انا هذا من بعد نكمله العجينه اللي باقيت لي. نجيبوا الشبكه
ونحطوه في الشبكه. هذه نقلعهم غير بشويه هكا ساعفوه. وإلا درتي كميه كبيره ومن بعد تروحي تقليه، غطيه بالبلاستيك، غطي له الوجه تاعه باش ما ينشفش وما يتشققش كيما هكا. انا دوك راح نقليه على نار قليله متوسطه، ما تجهديلهش النار باش ما يطيبلكش من برا ويقعد لك خضر من الداخل. على نار متوسطه نقليه ومن بعد نوريكم كيفاش نعاود نعسلوه. اهلا بكم. بعد ما قليته في مقله غرقتها بالزيت، الحبه تاع المقرود تاعي غرقتهم بالزيت يخرجوا كيما هكا. انا بغيت هذا اللون دروك وهما حامين سخونين، نديرهم في عسل. خففتها بشويه ما زهر، كانت ثقيله وخففتها بشويه ما زهر. ما يليقش نخففوها بزاف خاطرش المقرود تاعنا من بعد يغمل ويتصوف هكا. هي حاميه في العسل بارده ولا العكس كيما هكا. ونخلوهم يتشربوا. انا نخليهم ربع ساعه هنايا وربع ساعه في عسل ثقيله. هذه عسل ثقيله وهذه خفيفه باش العسل تدخل لنا لداخل في الحبه تاع المقرود. انا نوريكم الشكل اللي قلت لكم غادي نوريكم. من يبقاو لي شوت هاد البقايا تاع العجين ويبقاو لي البقايا عاود تاع التمر، نجيب هكا كره من العجين نحلها وندخل فيها كره تاع الحشو ونعاود نبلعها كيما هاك باش ما نضيعوش دوك البقايا اللي يبقوا لنا. هذه نشفت لي شويه خاطش قعدت مده هنا هكا. نعصروا عليها هكا شويه ونجيبوا المول هذا على حساب الدائره اللي كي باغيه. وهذا المول ارابيسك راه كاين، انا عندي هذا بغيت ندير كيما هاك. دوك نقطع هنايا هكا وندخل هذا المول هنا ونعصر كيما هاك ونخرج. شوفوا الحبه هذه كيفاش خرجت لي. هذه ثاني نقلوها، ما نضيعوش العجين اللي يبقى لنا والتمر اللي يبقى لنا. نقلوها ونعسلوها تجيب هذا الشكل. شوفوا كيفاش جات كي قليتها وعسلتها. هذه ثاني شكل يجي شباب. نوريكم كيفاش نعاود نعسلوه المره الثانيه. نخلوه هنايا ونعاودو في عسل ثقيله. يسمحوا لي الاخوات، البارح كنت درت فيديو وبعثته في اليوتيوب وعاود قلعته خاطش غلط باش نقول سميد متوسط قلت سميد نصف غليظ ومن بعد نقطروه نديرو يكثر. هادو نخليهم دوك نعاود نعسلهم. انا هذه لكم نرجعها وراكم شفتوا الشكل تاعه كيفاش جا البيات. ها هو نقطع لكم حبه تشوفوا كيفاش جا داخل. يجي معسل ها هو ويجي هشيش ما يجيش يابس. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه في العيد. وانا عطيتكم لي زاستيس تاعه بامانه باش ينجح لكم. واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد حلويات العيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.